طب بتزعق كده ليه؟ انا محدش زعلي كده قبل كده. كل فعل رد فعل. جوزك لما بيتعصب بتسكتي وتدخلي اوضتك كده وتعيطي من سكات، ولا بتقفي قصاده والند بالند؟ لو انت من الستات اللي ما بتعرفش تسيطر على جوزها في مواقف الغضب اللي زي كده، الفيديو ده ليكي انت. كلنا مر علينا لحظات في غضب، في نرفزه، في شحنات كده بسببك او بسبب شغل او بسبب ما بره اي حاجه. المهم بتحصل المشكله في خناقه، انت مش عارفه تتصرفي، يا تقولي كلمة تولع الدنيا، يا تقولي كلمة تهدي الدنيا خالص وموضوع كأنه لم يكن. فالنهاردة هقولك ازاي تتعاملي مع جوزك بذكاء واحتواء، من غير ما تطلعي الست المظلومة اللي بيجي عليها وما بتعرفش تنطق، وبرضه من غير ما نكبر الموضوع وما نعرفش نلمه. فتابعي الفيديو للآخر علشان تعرفي الخطوات الصح اللي تكسبي بيها جوزك وما تخسرهوش وقت الزعل. بس اهم حاجه ما تنسيش تعملي اشتراك علشان تشوفيني تاني وتكملي معانا بقيه السلسله ازاي تخلي جوزك يحبك بجنون، وهسيب لك تحت بقيه الفيديوهات اللي فاتتك، وطبعا اللايك عشان تشجعيني. اول خطوه لازم تعرفي وتسالي نفسك، هو زعلان مني؟ يعني الغضب اللي هو فيه ده زعلان مننا ولا من حاجه تانية؟ يعني مثلا لقيتيه زعق على حاجه تافهه وهو ده مش عادته، يعني اللي هو بيزعق على الحاجه دي، استني كده اللحظة هتفتكري ان المدير بتاعه اتخانق معاه النهاردة وخصم له في سيناريو تاني الصبح حصل او قبل ما يجي، يبقى الزعل اللي فيه ده مش قصده انتي، هو اصلا زعلان من الاول فجت فيك انت. طب لو مفيش حاجة تانية تخليه يتعصب بالشكل ده، الوقت ده هتعملي ايه؟ ساعتها بقى تهدي وتمسكي نفسك وتتملكي اعصابك علشان تعرفي تردي عليه الرد الصح اللي ما يولعش الدنيا اكتر. انا ما قلتلكيش تسكتي وتضيعي حقك وخلاص، هو جوزي وله حق بقى اللي هو يزعق لي ويضربني والكلام الدماغ اللي ملناش دعوه بيه ده خالص. انا بقولك تردي الرد الصح اللي ما يولعش الدنيا. بس لكل فعل رد فعل، بس رد فعلك ده لازم يكون في الوقت الصح وكلمات الصح علشان طبعا ما تتكررش تاني. تاني حاجه اوعي تردي بانفعال. اكبر غلطه الستات بتقع فيها وقت الزعل ووقت الخناق والزعيق دي، اللي هي بترد عليه بنفس علو الصوت. صوته عالي هي بتعلي صوتها، نبرة صوته معرفش عاملة ازاي ومتنرفز والحنجرة طالعة كده، هي برضو بتعمل نفس الحاجة. انا عارفة اللي فيه مواقف مستفزة واللي قدامك ساعات بيبقى كلماته مستفزة جدا، بس برضو تسيطري على نفسك علشان الموضوع ما يكبرش مننا والمشكلة تكبر ومنعرفش نلمها. يعني مثلا بدل ما تقولي له انت بتزعق كده ليه؟ انا محدش زعلي كده قبل كده، لا، اهدي وحاولي تهدي نفسك كده من جواكي وقولي له انا عارفة انك مضغوط فخلينا نتكلم بعدين. يا ستي مش عاجبك الصيغه دي او الكلمات دي قوليها انت بطريقتك، المهم يسكت وانت تسكتي، علشان كل ما هتتكلموا مع بعض هتغلطوا في بعض اكتر، فلازم انت تسكتي وهو يسكت. تالت حاجه لغه الجسد اهم من الكلام. انت حتى لو مش بتتكلمي، تعبيرات وشك ورفعة الحاجب والحركات دي كلها بتوصل لجوزك رسالة، فانت حاولي تخلي صوتك واطي، نبرة صوتك كده هادية، وبعدي عن اي تعبيرات زي رفعة الحاجب، التنهيدة اللي بتعصب دي، حاولي تبعدي عن اي حاجة بتعصبه وتنرفزه في اللحظة دي. يعني من الاخر كده ما تعمليش اي حاجة تكبر الموضوع زيادة عن اللزوم. وتالت حاجة في النقطة دي، لو حسيتيه اللي هو عايز يقعد مع نفسه سيبيه يقعد مع نفسه بدل ما انتوا قاعدين بتشدوا في شعر بعض كده. رابع حاجه ما تحاوليش تحلي المشكله وقت العصبيه والنرفزه اللي احنا فيها دي، يعني ما تحاوليش تعاتبيه وانت عملت وانت سويت وانا ما عملتش، لا ما تتكلميش معاه خالص، ده لو كان الموضوع بسببك. لو بقى هو زعلان او متضايق بسبب حاجه تانية ما تحاوليش تديله اقتراحات للحل، يعني ما تجيش تقولي له بقى مديرك اللي عمل ما اعرفش ايه ده انت بكره ترمي الملف في وشه، لا ما تتكلميش خالص، سيبيه لما يهدى خالص، مش لما يسكت، لما يهدى خالص وبعد كده بتكلمي معاه ويقولي له اقتراحاتك لحل المشكله، لان وقتها اصلا هو مش شايف قدامه ومتعصب ولا سامع ولا شايف ولا اي حاجه، هو عايز بس يطلع العصبيه دي وخلاص على اللي حواليه، عايز بس تستحمليه. فانت ساعتها وانت لاقياه متضايق قوي كده ما تقولوش يلا نحل الموضوع دلوقتي، لا قولي له هنتكلم في الموضوع بس لما تبقى رايق. خامس حاجه تستخدمي العاطفه بدل المواجهه. الرجاله احيانا بتحس ان الستات بتهاجمهم وهما بيتكلموا في نفس الموضوع اللي مضايقهم ده وقت العصبيه، يعني وقت الزعل ده حاولي تتكلمي معاه بهدوء وتقولي له جمله انا بحبك ومش عايزه نكون زعلانين مع بعض وعايزه ان احنا نتكلم مع بعض بهدوء ونفهم بعض. طبعا مش بنفس نبره صوتي دي، انت هتتكلمي معاه بنبره رومانسيه شويه مع ماسك ايد مع اي كونتاكت بعاطفه كده، الدنيا خلاص مفيش مشكله اصلا.
المشكلة سافرت خلاص. وبس كده، أهم حاجة تكوني اتعلمتي التعامل مع الزوج وقت العصبية بذكاء وحكمة، هو مفتاح نجاح أي علاقة زوجية. جربي النصايح دي وشوفي بنفسك الفرق في علاقتك بجوزك. وبس كده، متنسوش تعملي لايك وسبسكرايب أو فولو علشان تشوفوني تاني، وطبعا متنسوش كومنت حلو زيكم وشجعوني في التعليقات عشان أكمل باقي السلسلة. سلام.